لو ما كنتيش لسه جبتيها فالحقي بسرعة يلا هاتيها قبل ما الموسم يخلص. يلا تعالي اما اقولك ازاي تشتري السمنة البلدي من غير ما تتغشي فيها، وتعرفي ازاي تفرقي ما بين السمنة الأصلية والسمنة المغشوشة، وايه هو انسب وقت تقدري تشتري فيه السمنة. بس ما تنسوش الاول تصلوا على الرسول ولايك وشير للفيديو، كومنت حلو منكم للتشجيع. شايفين السمنة بتاعتنا مرملة ازاي؟ اللهم بارك، هي دي السمنة الأصلية ولا بلاش؟ يلا بينا كده نسمي الله وتعالي نشوف بقى السمنة بتاعتنا القمر دي. بصي يا ست الكل، علشان خاطر تشتري السمنة وتعرفي ان هي سمنة مظبوطة والسمنة فعلا الأصلية مش المغشوشة، هقولك ازاي تعرفيها ومن غير ما تتخمي فيها. انا بجيب السمنة بتاعتي من الفلاحين، بتجيلي من البلد، فانا ضامنة الناس دول ان هم بيعملوا السمنة المظبوطة. طب لو انت ما تعرفيش حد، تعالى اقولك ازاي بقى. هتجيبي حتة كده من السمنة وتاخدي منها حتة ما بين ايديكي وتلفيها بالشكل ده، شايفة؟ بنلفها كده ما بين صوابعنا. لو السمنة كده ساحت بسرعة، شايفة كده وطرية وساحت معاكي كده بسرعة ولفت ما بين ايديكي، تعرفي ان السمنة دي اصلية مش مغشوشة. اما لو انت بتلفيها لقيتيها كده تقيلة ما لفتش في ايديكي وبقت عاملة زي الدهون في قلب ايديكي، تعرفي ان السمنة دي مغشوشة ومش اصلية. يعني ما تعتمديش على ريحة السمنة ولا لونها، لا اعتمدي على انك تمسكيها كده ما بين ايديكي وتلفيها كده، فهتلاقيها لفت بسرعة وبقت زي كأنها ايه، عارفين، زي كأنها مزيتة شوية كده. دي سمنة خفيفة، تعرفي ان دي سمنة بلدي طبيعية من لبن طبيعي مش مغشوشة عشان هم بيغشوها بدهون. تعالي بقى اعرفك ازاي تسيحيها. انا جبت الحلة بتاعتي، اكبر حلة عندي، وحطيت فيها كمية السمنة اللي انا هسيحها، وحطيتها على نار هادية خالص. واهم حاجة انك تحطيها على نار هادية، لان السمنة بتتعمل اصلا من اللبن ومن القشطة، فعشان لو عليتي عليها هتتحرق معاكي. بعد ما هتدوب السمنة بتاعتنا، هنزل كده عليها بحوالي نص معلقة صغيرة من الملح، انا مش عايزاها تحدق. نص معلقة الملح دي اللي هتحفظ لي السمنة بتاعتي، وهتطلع لي كمان المرطة ليها طعم. طيب عشان السمنة بتاعتك بقى ما تفرش، لان احنا قلنا السمنة بتتعمل من اللبن اللي هو جاي وبنطلع منه القشطة، هحط كده معلقة خشب على وش الحلة، وانا برضو مهدية النار مش معلية. المعلقة الخشب بتمنع فوران السمنة بتاعتي، جربوا التركاية دي بجد هتنبهروا من النتيجة. بحط المعلقة كده على الحلة، والحلة على نار هادية خالص، وبسيبها لحد لما تغلي وتبتدي كده تصفي السمنة بتاعتنا وتنزل لي المرطة تحت. طب اعرف ازاي ان هي استوت؟ هتلاقي المرطة كده حبة منها نطرت كده على الوش اللي هي الرغاوي دي، تمام، بيبقى لونها كده ذهبي فاتح كده، السمنة بتاعتي استوت. طول ما هي لونها لسه ابيض ورغاوي كتير على وش الحلة، يبقى كده السمنة بتاعتي لسه ما ساحتش. تمام كده، ابتدي بقى كده الم الوش ده، مرميهوش، احنا بنلمه في الطبق لان ده احنا هنحطه مع المرطة. هيطلع كده معايا بشوية سمنة، انا قصده مش عايزة اصفيها خالص علشان انا عايزاه بشوية سمنة، وهقول لك ليه. طب قولي لي بقى ايه انسب وقت للسمنة؟ هقول لك انسب وقت تشتري فيه السمنة هو فصل الشتاء، وهم شهرين اللي بنشتري فيهم السمنة، اللي هو شهر طوبة وده بيبقى في شهر واحد، وشهر برمهات اللي هو بيبقى في شهر 3. وعلى رأي أجدادنا وأمهاتنا كان يقولوا إن جه برمهات انزل الغيط وهات، يعني معناها إن بيبقى الخضار والزرع بيبقى مورور كده وجميل وتحفة، وبيبقى المرعى اللي هي يعني لا مؤاخذة البهايم بتاكل كده من الخضار ده وهو مروي، وبيبقى الأرض كده مرطبة والزرعة بتاعتها بتبقى حلوة، فبيطلع أحلى سمنة. فدول أهم شهرين تشتري فيهم السمنة، بيبقى السمنة كده بخيرها، وبيبقى القشطة بتاعتها بتبقى حلو، واللبن بيبقى دسم كده، طلع أحلى سمنة. عرفتي بقى؟ دول المهمين جدا انك تعرفيهم عشان تشتري السمنة. انا بقى بخزن السمنة بعد ما بسيحها، حطيتها كده في علبة وهدخلها التلاجة. وبالنسبة للمرطة، شايفين المرطة فيها نسبة كده من السمنة، ودي كمية المرطة بعد ما سيحت كل كمية الزبدة بتاعتي. اللهم بارك، ما طلعتليش كتير، وده برضو دليل على اني السمنة بتاعتي سمنة اصلية ما فيهاش لبن كتير، فعشان كده طلعت لي كمية بسيطة من المرطة. ودي المرطة بتاعتي سايبة برضو، هنغطيها بعد ما تبرد وهندخلها التلاجة. انا بقى كمان ليا طريقة حفظ في السمنة، انا بشيل السمنة صحيحة في قلب الفريزر،
ولما باحتاجها باطلّع منها وباسيّحها زي ما شفتوا كده، وبكده أنا باحافظ على طعمها طول السنة ما بتغيّرش خالص ولا لونها بيغيّر ولا طعمها ولا ريحتها، لكن الناس اللي بتسيّح كمية السمنة كلّها وبتشيلها بعد فترة طعمها وريحتها بيروحوا وبيغيّر، فدي أحسن طريقة لتخزين السمنة وأحسن طريقة كمان لتخزينها وهي متسيّحة، وأحسن وقت تشتري فيه السمنة أنا قُلت لِك عليه شهر طوبة وشهر برمهات، شايفين السمنة مرمّلة إزاي؟ اللهم بارك، تحفة، تحفة، اعملي بقى بيها النواعم، اعملي بيها أكلِك في رمضان، تعملي بيها الأكل في الأعياد طول السنة هتفضل معاكِ بريحتها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستنوني في فيديو جديد وأقول لكم أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.